يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نتغدى ايه النهارده. كده عندي فراخ غسلاها كده وموضباها زي ما انتم شايفين كده. عندي فرخه ونص اهي غسلاها كده وموضباها ونحطها على مصفى كده تنشف. معاه بقى بخل وليمون وملح ودقيق. وعندي هعمل سلطه خضراء وهعمل رز كده ابيض وهعمل شوربه خضار جنبها. بصوا الاكل ده يعني كده شبه كده الرز بشوربه الخضار شبه اكل عيانين. واللهم صل على النبي. والفراخ دي عملها صينيه بتتبيله كده من غير بصل من غير توم من غير اي حاجه. عملها بتتبيله حلوه النهارده قوي كده. تعالوا شوفوا بقى هنعملها ازاي. كده علبه الزبادي من عند اللبان. زبادي من دي زبادي من العلب التانية يعني اي زبادي بس زبادي فراوله لا ما ينفعش. افضيها كده في الطبق علبه الزبادي. اللهم صل على النبي. اخد بقى ايه احط عليها ده زي ما قلت لكم كده بصل بودر على توم بودر اهو. احط معلقه ونص كده توم بودر على بصل بودر. احط اللهم صل على النبي معلقه كده بابريكا. احط نص معلقه كركم. التتبيله دي حلوه قوي للفراخ لو جربتها. احط كده 7 بهارات على بعضهم. احط معلقه. احط نص معلقه قرفه. نص معلقه بس قرفه اهو. ولو في جنزبيل حطوا جنزبيل بس انا ما عنديش جنزبيل. واحط اللهم صل على النبي دي ورق لورا على حبهان فرمان كده على بعض في الكبه. احط كده نص معلقه صغيره. واحط توابل كده مشكله. احط معلقه كمان دي معلقه صغيره. واحط نص معلقه كمون اهي. واحط اللهم صل على النبي نص معلقه فلفل اسمر كده. واحط حوالي 2 معلقتين دبس رمان اهو. 2 معلقتين ودوم كده. 2 معلقتين زيت. 2 معلقتين بالظبط زيت. واحط 2 معلقتين خل. الخل بتاعنا العادي ده كده. واحط اللهم صل على النبي الملح بقى حسب الرغبه وحسب الكميه ايه اللي انت هتعمليه كده. حطيت الملح كده بقى تقليبه حلوه. كلهم هنعمل بس البصل البودر والثوم البودر دول ماسكين في بعض كده. بعد كده اما اجيبهم مش هخرجهم من الكيس. هسيبهم في قلب الكيس علشان كل ما احطهم في علب التوابل مش اول مره على فكره تحصل لي. كل ما احطهم في علب التوابل يمسكوا ببعض كده. قلبهم بقى تقليبه حلوه كلهم في قلب بعضهم كده. قلبتهم كده بصوا كلهم في قلب بعضهم كده تقليبه حلوه اهو. هجيب كده الفراخ اللهم صل على النبي. وهجيب كده بكره المناديل دي اقطع حته كده انشبها الفراخ علشان ايه تمسك في التتبيله دي. هي لا فيها لا بصل ولا قوطه ولا فلفل ولا اي حاجه. انا عايزه ايه التتبيله تمسك ايه فيها كده وتبقى حلوه اهي. همسك كده اللهم صل على النبي وركي كده انشفه. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك. كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب ما نحرم منكم يا رب ابدا. داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها عندنا مكملين كده مع بعض يا رب العمر كله. بصوا كده انشف الفراخ تنشيفه حلوه عشان بس التتبيله تمسك فيها مش اكتر. يعني ايه عشان التتبيله تمسك فيها اكتر. بس حته منديل تاني كده زي ما قلت لكم نشفوها تنشيفه حلوه كده عشان التتبيله ايه ما تنزلش من عليها. تدناها ماسكه فيها كده ماسكه حلوه اهي. نشفت كله كده زي ما انتم شايفين اهو.
حاجه اجيب بقى الصرف بايدي بس كده، مش بس المعلقه دي وبايدي بقى علشان مش ينفع معلقه ولا ينفع اي حاجه. همسك بقى التتبيله الحلوه دي اتبل بها الفراخ. عايزه بقى تسيبيها ساعتين في الصينيه سيبيها، عايزه تعمليها من بالليل وتسيبيها تسيبيها، عايزه تعلقي عليها على طول علقي عليها اللي يريحك. وانا الصراحه انا هعلق عليها على طول علشان مفيش وقت. هتنها كلها كده واجي تحت الجلد كده وادخل التتبيله جوه كده زي ما انتم شايفينها كده اهي. في ثواني بقى كده وهي ناشفه، مش هينزل من عليها التتبيله ولا اي حاجه، ولا هحط عليها ميه ولا اي حاجه. عايزه اسويها على فرن من على وش البوتاجاز من فوق، بس توطي النار عليها. النار توطيها عليها تقوم هي تنزل ميتها. انتوا عارفين ان كده الفراخ بتنزل ميتها وترجع تشربها تاني. بصوا بقى ريحه اللحم من قلبه كده اهو. توطي عليها النار وبعد كده تدخلها على الشوايه. عايزه تدخلها الفرن بس ما تولعيش الشوايه الا بعد ما تستوي اهي كده. دي بقى اكله سريعه بتاعت المستعجلين الحلوين اللي بيخشوا المطبخ يخلصوا الاكل اوام كده ويخرجوا اهي كده ماما اهي. اللهم صل على النبي كده. بصوا بقى مفيش ولا بصل ولا اي حاجه زي ما قلت لكم كده. بس هغسل ايدي صينيه الفراخ ما شاء الله عليها. اقطع بقى حته منديل كده وهمسح الصينيه علشان ما يبقاش شكلها وحش واللهم صل على النبي وتتشعوط وكده وتلودني اهي. بصوا صينيه فراخ اهي منها فيها ولا قوطه ولا بصل ولا اي حاجه كده جديده وحاجه حلوه. عليها كده على خلها كده الفرن من تحت، وبعد ما تستوي هولع عليها الشوايه واعمل بقى جنبها حبه رز وحبه سلطه وحبه شوربه خضار. ما شاء الله طلعت صينيه الفراخ اهي. بصوا من تحت عامله ازاي. رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي والصوص بتاعها اهو. عامله زي المشويه بالظبط وفي الفرن والتتبيله بتاعتها جميل. جربوها كده. وحطيت خدت حبه شوربه خضار كده على من غير شوربه كده على الرز اهو كده. وعملت السلطه اهي وحدقتها واحط هنا كده حبه سلطه كده. واحط اللهم صل على النبي هنا كده المناب بقى كده. رايكم بقى في الوجبه الحلوه الجميله دي. وده اهي وجبه فرد كامل. وانا هغرف الاكل كده بنفس الوضع ده كله كده اهو. وده كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. اتفضلوا اتغدوا معانا واشوف وشكم على خير ومع السلامه.